من كتيبة 3 سبعات للزنزانة. اتحول من واحد عايش على يومية 100 جنيه لشاب بيكسب ألافات من اللايف الواحد بس. عمل ثروة من التيك توك وبسبب خفة دمه كون فلوس بملايين، وبين يوم وليلة كل حاجة اتقلبت فوق راسه. ناس قدمت في بلاغ انه بيقول ألفاظ وبيقدم محتوى خادش للحياة، بس اتورط في قضية أكبر بكتير ولقيوا في بيته حاجات ما يعلمهاش غير زعيم مافيا. يا ترى مين هو مداهم زعيم التيك توك وايه حكاية الكتيبة ولقيوا في بيته ايه؟ تعالوا نعرف الحكاية. الساعات الأخيرة اسم التيك توكر مداهم اللي اتقبض عليه مع شاكر كان قالب السوشيال ميديا، وبالذات بعد ما لقيوا معاه ممنوعات، وكل الناس بدأت تسأل مين هو الشاب ده وكان بيعمل ايه. اسمه الحقيقي محمد خالد، شاب من أصول صعيدية تحديدا يعني من محافظة سوهاج، لكنه اتربى وكبر في منطقة اسمها بسوس بشبرا الخيمة. في بداية حياته ما كانش فيه أي حاجة بتقول إنه هيبقى ترند أو نجم على تيك توك، بالعكس كان بيشتغل شغلانات بسيطة بأجر يومي لا يزيد عن 100 جنيه، لكن زيه زي كتير من الشباب كان عنده طموح وعنده دماغ بتفكر بره الصندوق. دخل عالم السوشيال ميديا من بوابة الجيمنج، وبالتحديد لعبة بابجي موبايل. بدأ يعمل لايفات بسيطة بإمكانيات متواضعة جدا، بس كان عنده كاركتر مختلفة وطريقة أدائه خلت الناس تركز معاه، ومن هنا جت أول خطوة في سلم الشهرة. وفي أواخر 2018 بدأ يظهر على تيك توك، رغم إنه في الأول ما كانش مقتنع بيه، لكن مع الوقت بدأ يجرب وفيديو ورا التاني كسر الدنيا، لدرجة إنه في يوم صحي من النوم لقى فيديو ليه جايب 66 مليون مشاهدة. أسس حاجة سماها كتيبة 3 سبعات على اسمه، ودي كانت عبارة عن مجموعة من المتابعين بيدعموه في البث المباشر اللي بيطلع فيه كل شوية والتانية. كان بيعمل حاجة اسمها التكبيس الجماعي، يعني يدخل مع متابعيه يدعموا ناس تانية يزودوا مشاهدتهم ويخلوهم يبانوا أكتر على التيك توك. الناس بدأت تحبه لأنه بيقدم محتوى كوميدي خفيف، وأحكامه في اللايفات على حد كلامه يعني كانت خفيفة ومش مهينة، وكان دايما بيقول إنه راجل صعيدي وما ينفعش يضحك الناس على حساب كرامته. وفي وسط ده كله فتح مطعم في مول معروف، والبلدية بدأت تلعب معاه، وكان بيقول إن شغله على التيك توك خلاه يكسب كتير، بس في نفس الوقت كان بيشتكي من الضغط النفسي، وبيقول إن الشهرة مش دايما مريحة، وإن اللي بيشتغل في السوشيال ميديا حياته كلها تفكير وتعب ذهني، لكن زي ما الشهرة بتيجي بسرعة ممكن كمان الدنيا تتقلب في لحظة. من كام يوم بس الداخلية أعلنت القبض على مداهم بعد ما وصل لها أكتر من بلاغ ضده. البيان قال إنه كان بينشر محتوى خادش للحياة ومخالف للآداب العامة، والمفاجأة بقى إنه لما اتقبض عليه لقوا في بيته مبالغ مالية كبيرة، عملات محلية وأجنبية، مشغولات ذهبية، وكمان كمية من الممنوعات. ومش أي ممنوعات، دي حاجة ممنوعة دوليا. الغريب إنه اعترف بنفسه إن كان بينشر الفيديوهات دي عشان يزود المشاهدات ويكسب فلوس أكتر، وإنه بيحتفظ بالممنوعات دي للتعاطي وبس. بس القبض عليه عمل حالة جدل كبيرة، خاصة لجمهوره اللي كان شايفه قدوة أو على الأقل حد بيعرف يضحكهم. وبدأت الناس تنقسم، في ناس شايفة إن المحتوى اللي بيقدمه غلط وكان لازم يتوقف، وناس تانية شايفة إن اللي حصل تضييق على حرية التعبير. القصة لسه ما خلصتش، في تحقيقات شغالة والنيابة لسه بتدور على كل التفاصيل، لكن اللي أكيد إن الرحلة من بياع سمك لمليونير تيك توك ومن نجم سوشيال ميديا لعنوان في بيان وزارة الداخلية فيها دروس كتير.